نبذه بسيطه عن هذه الامور للدكتور سطام كونه الان مرشح منطقه الدائره الرابعه، وراح يكون برضه كلمه للدكتور حسين كونه مرشح قائمه حزب العدل والاصلاح العداله والاصلاح، وراح يكون برضه كمان كلمه للاستاذ محمد ابو رمضي مرشح مدينه مادبه. هلا احنا بصراحه ما بنعرف اذا في حدا ناس من المصاروه نازلين على اي قوائم او على دوائرهم لغايه الان، حتى نقدر برضه كمان نقوم بدورنا كهيئه اداريه لديوان عشائر المصاروه بحيث ان ندعمهم ونرتب امورهم من ناحيه المؤازره، من ناحيه نشر اعلانات بالصحف والمواقع الالكترونيه والاعلام المرئي، على اساس ان نقدر نجمع اكبر قدر ممكن من الاصوات سواء على مستوى القائمه او على مستوى الدائره. فيما يتعلق نرجع على الجدول فيما يتعلق المقر المؤقت الحالي. طبعا الكل بيعرف انه احنا طموحنا هو مقر دائم لعشائر المصاروه، ولانه هاي الفتره كانت بدايه، فلا بد انه نكون متاكدين ان هاي البدايه بتكون شوي صعبه، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نجمع من كل المحافظات يعني ناس يمثلوا مندوبين يمثلوا هذه التجمعات. طبعا المقر الان تسددت عنه كافه المستحقات الماليه لغايه نهايه 2012 من خلال الاطباء اللي ساعدونا وقدموا هذا التبرع مشكور، ونقول جزاهم الله خيرا، وسنستمر في هذا الموقع المؤقت لغايه ما نحصل على الموقع الدائم من خلال ان شاء الله وجود ناس في مجلس النواب من عشائر المصاروه. فيما يتعلق بالمجلس العشائري، احنا دائما في كل تجمع لابد من وجود مجلس عشائري اللي هو مجلس شورى من كبارنا ورجالاتنا يقدروا يقودوا مسيره هذا التجمع العشائري ذو الصبغه العشائريه في الدوله، في حتى مع ما بيننا وما بين العشائر الاخرى. فهذا المجلس برضه كمان مطروح على اساس يزودونا باسماء الاشخاص، وما في مشكله قد ما يكون العدد، بغض النظر ما عندنا اي مشكله، المهم بدنا اياه هذا المجلس يعزز هاي العلاقه ما بيننا. النقطه الثالثه اللي هو الهيئه الاداريه. احنا بالنسبه للهيئه الاداريه الان تقريبا هاي السنه الثالثه اوشكت على النهايه، فلا بد من ان نعمل هيئه اداريه جديده تقود المسيره وتكمل المشوار. فالان برضه كمان راح يكون بالاجتماع القادم العام راح يكون هذا من اولويات انتخاب هيئه اداريه جديده. طبعا احنا الان برضه كمان نحكي في موضوع الانتخابات. هلا الانتخابات زي ما حكينا الان اللي احنا بنعرفه من عشائر المصاروه او من الهيئه الاداريه انه احنا ثلاثه اللي نازلين، لكن اذا في ناس نازلين واحنا ما بنعرف بنرجو انهم يزودونا بالاسماء او نتعرف على هؤلاء الاشخاص. والان راح يتكلم كل واحد من الاخوان اللي نازلين على الانتخابات او اللي مرشحين نفسهم على الانتخابات حتى احنا نتعرف عليهم والكل يتعرف عليهم من الحاضرين ويبلغوا قرايبهم، وبدنا مؤازره الجميع من خلال دعوه الناس اللي راح يعني ورايحين نزور المواقع في الدائره الرابعه، ورايحين نزور الناس اللي في كل المحافظات لمرشح القائمه. وحتى كمان راح نآزر الاخ محمد ابو رمضي في منطقه مادبه، كونه برضه هو مصري وعلينا واجب كونه هذا من احد مؤسسين واعضاء الديوان. والان الكلمه طبعا شبتهم بينهم، الكلمه الان مطروحه بين الدكتور حسين والدكتور سطام محمد ابو رمضي. وشكرا لكم. يعطيك العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بالحضور الكرام من جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، فإننا نقول جميع محافظات المملكة لأن تواجد عشائر المصاروة الحمد لله في 12 محافظة من محافظات المملكة الأردنية، وهذا جهد كبير إذ هنالك أحزاب سياسية نأخذ المثل الأعلى هو جبهة العمل الإسلامي التي تشكل الخوف الكبير والهاجس الكبير لدى الأسرة الأردنية، فإنها لا يوجد لها امتداد بهذا الامتداد الذي نحن فيه. وأيضا العدد الذي موجود عندنا هنالك تقريبا ما يقارب 400,000. إذا أخذنا أعداد الأصوات الذين يحق لهم التصويت فهنالك ما يقارب 50,000 ناخب،
بهذا أن كان هنالك ترتيب سابقا أو مسبق بالنسبة للكتل النيابية، فيكون الحظ الأوفر لعشائر المصاروة أن يكون لنا كتلة وطن باسم عشائر المصاروة، وأننا على أمل في المراحل القادمة أو الخطوات القادمة أن يكون لنا كتلة على اسم الوطن، كتلة المصاروة أو ما تحبوا أن تسموها أنتم. فنحن نعتز أن تكون كتلة عشائر المصاروة في الأردن حتى نثبت أننا كم ووجود قادرين على إثبات وجودنا في الساحة السياسية على الخريطة الأردنية. أيضا أنني أشكر الحضور الذين أتونا من جميع محافظات المملكة لكي يؤازروا أخوانهم في هذه الانتخابات، وأنا على يقين تام أنه هنالك العدد الكبير الذي كان بوده أن يشارك ويحضر اليوم، لكن الدعوة التي متأخرة لهم، والكثير منهم اعتذر على الحضور، وفي منهم بالطريق على الحضور إلى الجوع. أيضا أنني أدعو زملائي وأهلي وعشيرتي في جميع محافظات المملكة الدعم ومؤازرة مرشحنا عن صوت الوطن وهو الدكتور حسين الذي يمثل عشائر المصاروة في هذه المرحلة. وأيضا أدعو الأخوة الحضور في الدوائر المختلفة وخاصة في محافظة مأدبة بدعم زميلي محمد أبو رمضي. وأيضا أدعو لنفسي، وحتى لو بتكون آخر دعوة، أن يكون لنا الحظ الكبير في المؤازرة في الدائرة الرابعة، لأننا نتأمل الكثير أن يكون الدعم من العشيرة أولا، ومن ثم أصحاب، كل شخص له صاحب وصديق، فلا بد أن يكون الإنسان مكمل الآخر في هذه الطريقة. وشكرا لكم، ونترك الحديث للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحييكم بأفضل تحية عرفتها البشرية ونادت بها الأديان السماوية، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو رمضي المصاروة، مرشح عن محافظة مأدبة، عضو مؤسس لجمعية ديوان عشائر المصاروة، عضو في الهيئة الإدارية لدورتين، ابنكم وأخوكم، قريب لكل واحد منكم، وطبعا آمل مؤازرتكم عن طريق أصدقائكم، وكل واحد لابد له بعد وله نسايب وله قرايب، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أصحاب السعادة والعطوفة المشايخ والأخوة الكرام، وبالنسبة لي كلكم أصحاب عطوفة وسعادة وأكبر إن شاء الله. في هذا اليوم المبارك الذي نجتمع فيه في هذه نواة تجمع الخير والبركة الذي نادينا له جميعا وسعينا منذ سنوات طويلة، وها قد أثمرت وأصبح الحلم شبه حقيقة، وما هي إلا البداية. وإن شاء الله ستكون اللبنة الأساسية لبناء مجلس وتجمع أردني كبير في هذا البلد له تأثيره وله مكوناته، وعندما يحرك واحد فينا إصبعه تكون له الأهمية ويكون له السعد إن شاء الله. إخواني الكرام، الحياة النيابية كما تعلمون هي إفراز حضاري للمجتمعات، فالمجتمع الذي يفرز نوابه وممثليه ويخرج خيرة الخيرة
من هنا يبدأ الخير في هذا المجتمع، وتبدأ الإصلاحات من الأساس، ويبدأ التشريع والموافقة عليه والسير بأمور كثيرة، وأهمها العدالة الاجتماعية التي ننادي بها جميعا في هذا الوطن، بالإضافة إلى حرية الرأي والرأي الآخر، تقدير الإنسان كونه إنسانا ومواطنا قبل كل شيء، الحقوق والواجبات متساوية كما كمل الدستور الأردني، وهو أحد بنوده أن الإنسان الأردني له من الحقوق والمساواة في الحقوق والواجبات. هذا كمله الدستور، وهو حاشا لله أن يكون قرآنا، ولكنه هو دستور تمشي عليه هذه البلاد وتسير وقانون. والدستور عندما يحترم ويحمى سوف تكون البلاد على عتبة الخير إن شاء الله، وبمؤشرات أن نقضي على الفساد كاملا ونبني اقتصادنا وتكون حريتنا بأيدينا وبأيدي خيرة الخيرة من أبناء شعبنا. هذه إرادة جلالة سيدنا أبو الحسين الذي يتوقع فيكم وفي كل مواطن أردني الخير. نعم، هو يعترف أن هناك كثير من المفسدين والفاسدين، ولكن رحم الله ما قد مضى، ويأمل بشعبه أو من شعبه أن يكونوا هم دعاة للإصلاح من أنفسهم، ويختاروا من يروه مناسبا لهذه المرحلة الساخنة، مرحلة العولمة، المرحلة التي يحاصر فيها الأردن بأفكاره وبموارده الاقتصادية وبمواقفه للضغط عليه من أجل زجه في أمور نحن في غنى عنها. ولكن موقفنا في هذا البلد هو موقف الإنسان المسلم العربي القومي الشجاع الذي دائما ينادي لوحدة أمته وإلى المصير المشترك لكل أبناء هذه الأمة. نحن هنا في هذا الديوان نحن ننادي بالوحدة، وننادي بالتآخي والتعامل بالمعروف، وننادي أيضا لنكون من خيرة الخيرة، ونكون في مصاف كل ما ترونه أو كل تطلعون إليه في هذا البلد، لتكونوا في الصف الأول ولا تكونوا خلف الرجال، وتكونوا صفا واحدا متشابكين، وتشاركوا في الرأي والرأي الآخر، وتكون لكم كلمتكم. هذه الانتخابات النيابية وبعد جهد جهيد، ونحن في حزب العدالة والإصلاح، هو حزب ينادي بسيادة الهاشميين وبجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملكا وقائدا ونبراسا لهذه الأمة. ولكن من أي أن هذه العائلة الهاشمية المباركة هي خط أحمر، ونحن معها ونسير خلفها، ولكن نحن لسنا مع حتى أي حكومة إذا كان هناك فسادا أو ما يخالف مصالح الأمة ومصالح الشعب. عندما ننادي بالعدالة الاجتماعية نطالب أن يكون حقوق ابني وابنك وابن الوزير وابن السفير وابن العائلة وابن الفقير وابن أي عائلة متساويين في الحقوق والواجبات وفي كل ما يحصلون عليه مستقبلا، ليشعر بالأمن والأمان والاطمئنان، ويعطي مزيدا من الوفاء والولاء لهذا الوطن ولقائد هذا الوطن. من هذا المنطلق اجتمعنا ثلة من أبناء هذا الوطن الخير، وكلهم لهم باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، فقدتنا تمثل جميع هذه الأطياف: متخانين العسكريين، الأمنيين، أساتذة الجامعات، محامين، خبراء اقتصاديين، خبير زراعي، كل المراحل الاقتصادية التي ندعو أن نبني فيها البلد والتشريعات تكون موجودة في هذه الكتلة إن شاء الله. وشاء القدر واحتراما لإخواني عشائر المصاروة في هذا البلد ككل، قدمت نفسي لأن أكون رئيسا لهذه الكتلة،
تخطينا مراحل صعبة حوالي 5 أشهر عندما قدرنا أن نحصل على المركز الأول ورئاسة هذه الكتلة، بالرغم من أنه يوجد فيها ابن عم رئيس الوزراء، ويوجد فيها سفير له المقعد الخامس، ويوجد فيها خبير اقتصادي وأستاذ جامعي له المقعد الثالث، ويوجد رجل أعمال المقعد السادس، ومندوب الكرك وجه وكان أمين سر مجموعة كبيرة وسياسي أخذ المقعد السابع، وهلم جرة. وفي عندنا من إربد بني كنانة والصلب ومن جرة وعمان والقيسية ومحامي من القيسي من جبل نزال. فجميع هذه الأطياف كنا في هذه الكتلة وتمثل جميع مشكلات الفساد الأردنية أو هذا الموضوع. فلذلك كنا قد حمل المسؤولية وباسمكم جميعا تحدثنا وانتخينا فيكم لنكون في طليعة هذا الموضوع هذا الموضوع، وكلنا أمل أن تؤازرونا كمرشحين لديوان عشائر المصارف، وأين أمامكم على الطاولة، فما تريدون منا وما ترغبون به، وعندنا استعداد بالكتلة أن تختاروا 3 مرشحين، وقد لا يكونوا في المواقع الأخيرة كما تقولون، قد نقدمهم في مواقع متقدمة. 3 مرشحين منكم ليكونوا معنا في القائمة حتى تكون صبغة لديوان عشائر المصارف والأخوة الممثلين جميعا. وأنا عند كلمتي وعلى استعداد عندما أقول إننا قادرين أن نعمل هذا، نحن قادرون. فأرحب بكم أجمل ترحيب وكل فخر وكل امتنان بحضوركم وتعبكم معنا، لأنه والشكر موصول للأخوة جميعا الذين شجعوا وباركوا هذه الخطوات على مر هذه الأشهر وهذه السنين. ونفتخر بأخونا وشيخنا أبو طايل الذي آثر وخاض هذه المعركة عدة مرات، ولكن آثر هذه المرة أن يترجل الفارس ويجعل للشباب نصيب. فأهلا بكم جميعا وبارك الله في خطواتكم، ونأمل أن تكونوا العون والسند لنا آمنين مرة أخرى، ونتوسم فيكم كل الخير وكل العطاء والوفاء والانتماء، لأنه هذا هو شعارنا وهذا هو انتماؤنا في هذا البلد الطيب، بلد أبي الحسين جلال الملك عبد الله الثاني حفظه وأدامه الله وأعز ملكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور سلطان والدكتور حسين المصري والأستاذ محمد عظيمي. الآن بعد ما انتهينا من كلمات الأخوة، الآن سنفتح باب النقاش والحديث لكافة الحضور بدون استثناء. راح يكون لقاء مفتوح باعتبار نسمع اقتراحاتكم، نتلاقى مع بعض بملاحظاتكم وبإرشاداتكم وتوجيهاتكم. والآن سنبدأ بطلب من الشيخ محمد أبو زيد على أساس يلقي كلمة أو اقتراحاته، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أشكر ابناء العمومة والأهل والأقارب والأرحام والجذور الأساسية، وهذه الجذور المبنية من الآباء والجدود، ونحن مع الآباء والجدود والأبناء لحاليا الشباب. أنا باسم إخواني الحاضرين، إحنا مع عشائر المصارف ولن نتخلى عنهم نهائيا، وإذا كنا بجو من جوا الدنيا الأردنية وجاب واحد سيرة أي مصري نحن ضده. إذا كنا بربد أو بعجلون أو بالكرك وسبوا لا سمح الله على المصاروة، إحنا ضدهم، إحنا مع المصاروة. واشكر اخواني نجوا من المناطق البعيده، وانا باسمي الصغير والكبير وانا باسمكم
اقول له بسوي عشاء اسمه ابو حسين اخوه وابدا اتفرج عليه ما اسوي الاخوان اللي جارونا وجونا من المناطق الثانيه واكد جزاك الله عليك جزاك الله الله يجزاك. جزاك الله يا سيدي. اثنين انه في المناطق اللي اربد وعجلون والمناطق الثانيه اليوم تصير دعوات وما عندهم سياره او سنتين وثلاثه اللي تتحمل ابو باص 30 40 راكب. هذا تبرع منا، مش تبرع انه اكبر انا اقل واحد فيكم ولكن موجود عندنا. هذا اي واحد عمر يتصل حسين سطام محمد الرملي اي واحد انه اليوم الفلاني يجي هو بنفسه ياكد دباصه اثنين ياخذوه مشان الاجتماع. هلا اي شيء عشان صار اطلب ان نكون يد واحده ونكون ان محترسين على الجد. احنا نقول يا جماعه الخير سامحونا بالمجالسه العشائريه لان عشائر المصاروا هم رصاص بالعشائريه ما هو الفلاحين المصاروا لا، من خلقوا المصاروا هم بجد ومحترمين بعضهم ويقدروا على الطيبات ومن كرماء الناس ما عمرهم الا احترموا ضيفهم واحترموا ضعيفهم واحترموا الناس كلهم. فانا اطالب من اخواني اليد باليد مع الديوان العشاير ولودكم اللي احنا جاهزين به ونمشي انا واللي سوى هالبال اخواني ابو حسين ابو امجد الناس الغنمي حاضره مع اي محل وناخذ لها محل اللي تبنوا فيه للديوان. وحكيت الامين السابق وما قصر وان شاء الله الامور ماشيه. احنا جاهزين على دعم عشائر المصاروه لو ان بالقبور احنا معاكم. والسلام عليكم. شكرا لسعادة الشيخ محمد أبو زيد على هذه التبرعات وهذه التوجيهات والملاحظات. إن شاء الله أن راح ناخذ فيها في تعزيز موقف شبابنا لنزع عن الانتخابات. بالنسبة للانتخابات الرجاء أن كل عشائر المصاروة وجه لهم دعوة كلنا نصوت لصوت الوطن وابن الدائرة. إن شاء الله. أي واحد ينجح اسم العشائر المصاروة. نعم. وأي شيء بدهم دعم احنا قادرين ان شاء الله ندعمهم اللي نقدر عليه ماديا ومعنويا وجسميا وحركيا. ما بقصر. حتى حركيا ماديا بالسيارات والاليات معاهم. ماديا من دمنا مستعدين. وارجوكم كل واحد يقدر وكلكم تقدروا. معنا اليوم هذه لا تصدقوا ما هي نزاهه، كذب ولفلفه. سووهم 27 صوت للاخوان المسلمين بالسابق مع اللي هو عون الخصاوي. ثاني مرة سووها مع فايز الطراونة ما مانوا عليهم. سووها مع جميع البلد وسووها كتل سلب ما في كتل. في ناس سووها البال يضربوا بعضهم ما ضربتوا بعض والله يجيبوا ملايين ما نجح. إذا تضربوا بعض يقولوا هذا عشرة المصاب حتى يعرف ان القاصي والداني من الحكومة انه في ناس وراه. واذا ما في ناس ورانا والله غير نضيع يا اخوان. واليوم السكوت ما يسوي شيء. عنده مرتب ساكت نام نامك البيت متى مسرين الليل وصرت رجل تشرب القهوه وتسال وتكرم ضيفك من بطل محتاج ولا لا؟ بقى يا اخوان ودها تحرك مع بعضنا واللي ينقص عليه ماديا ترى بوجه الحاضرين لو بيع طاق من عفو. وانا اشهدكم بالله يد واحده اي مصري في اي دائره ترى ابننا واحنا داعمين. والسلام عليكم. شكرا جزيلا لسعادة الشيخ محمد أبو زيد. والآن مين؟ تفضل مهندس دياب المصري من مسار المقابلين. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسمي واسم ابن حميد المصري. أول شيء نحن أيدنا ونؤازر الإخوان الثلاثة تأتي ولهم منا كل دعم ونتمنى لهم كل توفيق. بس أقول شعر إن شاء الله الله يوفقهم وينجحوا ما ينسوا عشائر المصاروة. بدنا منهم مساعدة جماعية وليس فردية، ليس نوظف ابني أو بنتي مثلا، لا بدنا دعم جماعي ونتمنى لهم التوفيق وشكرا. شكرا لسعادة المهندس دياب سلمان المصري على هذه الكلمة الجميلة. مين بحب؟ تفضل. الأخ يونس أبو زيد. إسماعيل أبو زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمح لنفسي إن شاء الله أن أتحدث بالأصالة عن نفسي ونيابي عن جمعية عشيرة أبو زيد. هذه الجمعية الفتية التي أقيمت في عين غزال في مركز الشمالية، فيها من أبو زيد سميل الخليل، فيها أبو زيد الرملة، فيها أبو زيد عمواس، فيها أبو زيد السافرية، فيها أبو زيد القدس، وأبناء سحاب إن شاء الله أن يكونوا هم الأساس في هذه الجمعية. أدعو الدكتور حسين والدكتور صدام والأخ الكريم لزيارة الجمعية يوم 4/1، حيث أنه بكون اجتماع عام لأبناء عشيرة أبو زيد بالجمعية، وبيكون كلهم موجودين ومتواجدين. هذا بيعرف عليكم أولا، وثانيا بدل ما يروح صوت الوطن